جزاك الله خير. وإياك. إجا دور غيرك هلا؟ ها؟ أخوه. الله يبارك فيك على العلم النافع إن شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. الصحيح أنا يعني أحب أوجه كلمة. أنكر الأسماء كلها، من أنكر الأسماء كسلفيين أو خطأ. خليني أكمل. ما في فائدة من التكميل، لكن هل ما بيجي معه هل الأجدر بنا أن نقول بدلا من السلفيين أن نقول المحمديين نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير من السلف والخلف. طيب خلصت؟ خلص. طيب لماذا تنكر أن ننتسب إلى السلف وأن نقول نحن سلفيون؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء. جزاك الله خير، أكرمك الله. من ربه، ولا نتأسى بأي شخص آخر إلا بالرسول لما جاء عن ربه. أي. فنحن أسوتنا الرسول وليس. هذا حجة لك ولا عليك؟ حجة علي الرسول. بس هي رمي من غير راب. أنا بقول لك هذا الكلام حجة لك ولا عليك؟ انتبه، لا تسرع. حجة لك ولا عليك؟ أنا لا أعلم حجة لا إلي ولا علي، لا أعلم، وإنما طيب أنا غلطان، بغير السؤال. أنت هذا الذي تقدمه تحتج لما تدعيه أم تحتج على ما تدعيه؟ أنا أحتج على الأسماء. أنا أحتج على الأسماء كسلفيين وأخوان مسلمين وتحريريين وصوفيين على المسميات كلها. طيب. لأنه هذا يزيد من تفرقة المسلمين، ويزيد من بغضهم لبعضهم البعض، ويزيد من تنافرهم لبعضهم لبعض. الله يسامحك. قول آمين. آمين يا رب. وإذا قلت محمديين برضو هذا الحكي غلط. يعني أنا بقول الأجدر بنا. بس هذا الحكي أنت حكيته. هذا الحكي أنت حكيته. لا الله يبارك فيك. شو؟ الله يبارك فيك. والله بقول الأولى. والله أعطي بالك، أنا صعب واحد يحيرني أو يضيعني، لكن أنت راح تضيعني شايفك. أفغاني يا شيخ. يا شيخ كرم. طيب يا شيخ. أنا سمعت منك، خليك أنت مرتاح هلا شوي. أنا فهمت من كلامك الأول استنكارك لكوننا سلفيين، لكن لنقول محمديين، وهيك كان كلامك الأول. نعم. كلمة وطاء. نعم. نعم. وأخيرا نفيته. لا أنا لم أنفيه، أنا أقول الأولى بدلا من أن نقول سلفيين أن نقول محمديين، لقول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الله يهديك. آمين. أنت عم تعيد الآن احتجاج وهذا سمعناه، بس أنا بدي استوضح. أنت لا تزال تقول أنه نتسمى بمحمديين أولى من أن نسمى بالسلفيين. نعم. طيب، فإذا تسمينا بالمحمديين زارت البغضة والخلاف وإلى آخره. نعم. إذا ليس أولى. فأين تذهبون؟ ما رأيكم بالأسماء؟ لا بدنا نحل هي أول وحدة. هي هذا كان. لكن نحن بدنا إياها هزيمة تكون مكشوفة مو مستورة ومخباية. نحن لا نعلم في الفقه أن يقال في شيء هذا أولى من هذا، أن الذي هو أولى لا يجوز استعماله. أكذلك؟ إذا نسحب كلمة أولى وبنرجع لدعوانا الأولى. صح؟ شو هي دعوانا الأولى؟ بلاش هذه الأسماء كلها. أنت كنت يوما ما من الأخوان المسلمين؟ أبدا. وأنا لا أحب الأسماء كلها. كويس. رأيي هذا. إلا اسم السلفيين. إلا اسم السلفيين. ما دام أنا ماشي على الكتاب والسنة هذا يكفي. اصبر. أنت الآن ما تأخذني، أنا قصدي توضيح المسألة. أنت مثلك الآن كمثل النكتة اللي بتعطاها بعض الأطفال بعضهم مع بعض، بنكتوا على بعضهم حزيرات، بيفاجئ الواحد الثاني بيقول له شو رأيك يا فلان، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول له لا رصاص.
مع أنه الوزن إيش؟ واحد. أنت هذا شو بتقول؟ أنا كتاب وسنة. رجعت عن قضية محمديين، أعطي بالك، هي رجعت عنها. هذه ثابتة، مسألة ثابتة، إن على الكتاب وعلى السنة هي مسألة ثابتة. الله يهديك. عن محمديين عم أقول لك. أنا عم أقول لك رجعت عن هذيك وبدي أصل لك قصة ترجع عن كتاب السنة. شايف شلون؟ الآن بدي أوجه لك نفس السؤال السابق حتى تفهم حقيقة أنك أنت مثلك مثل قنطار من قطن أو قنطار من رصاص. اللي بقى شلون؟ أنت هلا إذا قلت أنا على الكتاب والسنة بيرضوا عندك الجماعات هي؟ سؤال طبعا بالنسبة لي والله مالي داري سؤال ولا جواب. يعني بوجه لي ولا أنت بدك تجاوب؟ أنا بدي أجاوب. أنا سؤال وجواب؟ لا أنا بسألك. بس خير الكلام ما قالوا ذلك. اسمح لي، فهمت السؤال شو هو؟ شو هو؟ نعم، انه بالنسبه انت على الكتاب والسنه يوافقوك الجماعات الاخرى؟ لا على بعض مو بيوافقوك، بيرضوا عنك اذا قلت انا بمشي على الكتاب والسنه وبس. بيرضوا عنك؟ انا اعرض الاعمال. اجيب يا اخي الله يرضى عليك. عم اقول لك خير الكلام ما قال وزل، لانه انا كنت الساعه 9 وهي الجماعه شربوا شاي والى اخره بدنا ننصرف. هلا نحن متاخرين من اجلك. الله يبارك فيك. ومن اجل فائدتك. الله يبارك فيك. فقل لي الان بيرضوا الجماعه انك انت تقول انا على الكتاب والسنه ولا بتم بينظروا اليك شذرا؟ طبعا. ليش ما يرضوا مثلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا بيرضوا. لك يا اخي انا بقول لك ليش ما بيرضوا؟ عم اقول لك بيرضوا ولا لا؟ قول بيرضوا، قول ما بيرضوا. طبعا بيرضوا. بيرضوا؟ طبعا. وانت عم تحكي عن عقيده؟ طبعا انا عقيده، تركتكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدها. الله يهديك يا اخي، عم نحكي عن الجماعه مو عنك انت. يا شيخ الله يهديك. انت الله يرضى عليك عم اسالك الجماعه لما بتقول لهم انا ما بمشي الا على الكتاب والسنه، يعني خلينا نشرحها شويه الكلمه هي. لما انت بتقول على الكتاب والسنه اليس يعني انا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الاحزاب؟ اليس معنى هذا هو اللي نعم. طيب بيرضوا عنك اذا قلت لهم هيك؟ لا بس نحن يا استاذ اعطي اسمح لي، معلش طول بالك. ايوه خلي على راسه. والله مسألة هاي محيرة. لا وانا هلا في الوقت يعني خذني بالهداوي. لا توصي حريص. شو بدك هلا؟ انت شايف عداوي ولا هداوي؟ والله هداوي. طيب انا من ذلك راح اقول لاخوك انه انت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث. انا ساكت. شلون؟ انا ساكت خلص. شلون ساكت؟ ما هذيك الساعة كنت عم تلقنه الملقن. ما انا بقول لك انا سكت. طيب إيه بس لا سكت بعد خراب البصرة. شو الفائدة؟ برجع بقول لك شو اسمك انت؟ فرج. فرج الافغاني. جاء الفرج ان شاء الله. بارك الله فيك. الاسماء هي تدل على المسميات، صح؟ نعم. طيب لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا، وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية. فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. لما بيسموا هذول الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة. لما بيسعوا الدانس والرقص والى اخره بيسموها الفنون الجميلة بقيت محرمة وهكذا الى اخره. فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة، لكن هذه الشبهة
إما أن تكون من جماعة غير سلفيين، بدك تتحملني ها، لأني أنا لا أزال متمسك برأيي، وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربعة النهار أن هذا الرأي هو الصواب مثل ما أنكم تنطقون. لكن هذا الرأي لجماعات لا تتبنى السلفية مذهبا. والآن أنا أقف معك قليلا لحظة، شو رأيك أنا إذا دعوت الناس إلى أن يتبنوا السلفية مذهبا؟ صحيح هذا؟ لا. مو صحيح؟ لا أنا مش مقتنع فيه. كويس، اللي مو صحيح نترك هذا إذا. طيب، مقتنع أنت بأنه ضرورة فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولا مش مقتنع؟ نعم مقتنع، أنا مقتنع أنه الكتاب لا تعيد الله يهديك. اللي مقتنع ولا لا؟ مقتنع نعم. ايه بس أنت عديت تنتين، أنا عديت ثلاثة، حطي بالك في فرق بيني وبينك بوحدة. ما عديت إلا وحدي. اسمح لي، أنا بقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنت معنا في هذه أم في اثنتين فقط؟ أنا معك في اثنتين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيه أنا هذا مقتنع. أنا مع الكتاب والسنة يا أخوان، الله يجزيكم خير. أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أسوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أسوتي لا الحنفي ولا الشافعي، ولا أنا أخذ من علمه. لا ياخذك الحماس، أنا بتحمس بعدين أكثر منك، خاصة أنا أشقر ألبانيا. يا شيخ والله هذه مسألة ما أرقيتني. أرجوك ما بتخرج من المكان إلا وأنت معنا بإذن الله. إلا بإذن الله إن شاء الله. شوف، إذا أنت تظن إذا دعونا الناس إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي زايدة، وإنما كتاب السنة وبس، أكذلك؟ طيب، من الكتاب والسنة وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخره. طيب، آتانا الرسول بأحاديث منها، وأنا ما راح أعلمك الآن، لكن أنا مذكر لأنه ذكرى تنفع المؤمنين. فأنت حديث الفرق 73 طرق سمعك مرارا وتكرارا، وأظن أن هذا الحديث عندك صحيح ما هو ضعيف. ظني صحيح؟ إذا ظني ظن مؤمن يعني إن شاء الله، لأن ربنا بيقول عن المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، إني ظننت أني ملاق حسابيه. إذا أنت تعتقد معنا أن هذا الحديث صحيح. كويس. في الحديث الصحيح يقول إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. تؤمن معنا بصحة هذا الحديث؟ لماذا لم يقل الرسول كما قلت أنت، بل قلت أنا كما قال هو، ولا أقول قال هو، حاشا أن أقول كما قلت أنا، لا، لكن أنت لماذا قلت خلاف ما قال الرسول؟ اسمح لي، أعوذ بالله، لكان أنت الآن في مزلقة خطيرة جدا لما بتجي بتقول كتاب سني وبس، وبتعرف أنه الحديث صحيح بيقول ما أنا عليه وأصحابي. إذا لغوا قوله وأصحابي؟ لا طبعا. إذا مو لغوا؟ لا هو مش لغوا كلام الرسول، مو لغوا بقول لك. نعم فكرته الملغي يا أخي. لا. وأصحابي ليس لغوا من كلام الرسول، حاشا لله. كويس. فإذا هذول الأصحاب هم خلف ولا سلف؟ سلف. إذا نحن تبع لهم. نعم. ولا؟ هذا صحيح وجميل كثير وممتاز، لكن تسمية كتسمية يعني ليش يعني هذول اخوان بسموا حالهم صوفيين؟ لا تقفز. لا انا ما بقفز، لا قفزت، انا بثبت لك. بثبت لك يعني انه لك يا اخي بثبت لك، برضى عليك. تفضل بارك الله. قفزت
الآن أنت لك دعوتين أعطي بالك. نعم. دعوة تبعتها دعوة. الدعوة الأولى كانت تتعلق بالاسم، صح؟ نعم. الدعوة الثانية تعلقت بالمنهج أعطي بالك، وهي الدعوة الأخيرة أنه أنت مذهبك كتاب وسنة، نحن كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. شايف؟ فأنت الآن قفزت لما وضح لك بالحديث اللي نحن مشتركين في الإيمان به، وضح لك أنه دون سلفنا هن الصحابة. رجعت لدعواك الأولى وهي ليش نتسمى بالسلفيين. خليك هلا بالدعوة الثانية. شلون ساوينا بالأول؟ حررنا نقطة كانت خلافية بيننا وبينك، وقفزنا بعدين لموضوع قضية التسمية. هذه منيحة ولا مش منيحة؟ شو هي النقطة الأولى اللي حررناها؟ قضية المحمدي. قلت أنت بدل سلفي محمدي. مشينا هيك خطوة خطوة، بذكرك أنا حتى ما نقفز في الموضوع. اتفقنا أخيرا حسب ما قلت أنت أنه حتى محمدي ما هو أولى، صح؟ إذن كتاب وسنة. سألناك بيرضيهم هذا الشيء؟ ما بيرضيهم. يجينا نقول لك نحن المنهج كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. قلت لا، كتاب وسنة. جبنا لك الحديث، وإذا الحديث بيذكر معي أنا وأصحابي. إذا اتفقنا أنه ذكره لأصحابه ليس عبثا حاشاه. إذا في شيء ثالث أنت كنت غافل عنه، في كتاب والسنة وصحابة. مو اتفقنا على هدول الثلاثة؟ رجعنا نسألك بقى، هدول الصحابة سلف ولا خلف؟ سلف. عرفت أنت أنه سلف، هربت بقى، قفزت. شو ليش قفزت؟ للتسمية. أنا بقفز معك، يمكن نكون قفاز على عجري وبجري يعني. يمكن أنا طول بالك شوي. يمكن أنا بيطلع بإيدي أقفز معك أكثر يعني، لكن ما بحب القفز، اسمح لي. الآن نحن اتفقنا أنه في 3 أشياء: كتاب وسنة ومنهج. اتفقنا؟ نعم. شو المنهج؟ منهج الصحابة. ماشي؟ نعم ماشي. ولا أنت في رأي؟ ماشي. كويس. قفزتك كانت بقى للمسألة الأولى وهي التسمية. يعني نحن الآن استفدنا فائدة كبرى. كان في وهمك أنه ما بيجوز الإنسان يعتقد أنه في 3 أشياء، وإنما شيئين: كتاب وسنة، ونحن معك في هذا. لكن ما كنت معنا بأن هناك شيء ثالث، وظهرك الآن أنه في شيء ثالث. نعم. إن كان عندك شك أو ريب في هذا الشيء الثالث ما نخرج عنه ترى حتى ننتهي منه. لا إن شاء الله أنا ما عندي ريب في هذا الحكي أبدا، لأنه الحديث واضح وصريح. لكن في لا ما في لكن. لا في يعني ما في لكن. الله يهديك. أنا عم أسألك، هي خلصنا منها الثالثة. الثالثة تتعلق بالثانية تبعك. الثاني تبعك هو الكتاب والسنة وبس. الأولى شو كانت؟ التسمية، صح؟ نعم. فهي الثالثة اتفقنا فيها، يعني الثاني تبعك طاحت، صح؟ في عندك شيء حول النقطة هاي قبل ما اسمع يا أخي، مو على كيفك الحكي، حكي منظم إن شاء الله حول هالمسألة هي. لا ما في عندي. هذا هو شو بدك تحكي. أنا بدي أحكي هلا، أنا بدي أرجع للأولى. بس قبل ما أرجع للأولى حتى ما حجر عليك وحتى أكون عند حسن ظنك كما قلت آنفا أنه يعني تكون طويل بال معنا. أنا بإذن الله هذا من فضل ربي. لكن ما بريد انتقل للمسألة الأولى حتى نختم الثانية، وهي الصحابة شيء ثالث يضم إلى الأول والثاني. انتهينا. نرجع للاسم. نعم. الآن إذا قلنا للناس يا جماعة لا يكفي أن تقولوا نحن معكم على الكتاب والسنة،
لا يكفي هذا، لازم تكونوا معنا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. شو رأيك؟ دعوتنا هي صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. نعم. يرضونها منا؟ يعني أنا بصراحة ما حاولتش يعني حتى أسأل. طيب ربك شو بيقول؟ فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. نعم. فاسألوا ولا ذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نعتقد أن هؤلاء المتمذهبون وهؤلاء المتحزبون لا يرضون بديلا عن حزبهم، كما لا يرضى أولئك المتمذهبون بديلا عن مذهبهم. لا يرضون لا بكتاب ولا بسنة حاف. تعرف حاف؟ يعني بغير إدام. شو الإدام؟ الصحابة. ما بيرضوا في الكتاب والسنة حاف، فضلا أن يرضوا كتاب وسنة وإدام معه، لأنه هذا كله غير مهضوم عندهم. شايف؟ حينئذ يبقى أنت دندنتك حول الاسم حرب في الهواء، لأنه هن مش موافقين معك في المعنى، فخلينا نتفق معهم، أو هن بالأحرى يتفقوا معنا في المعنى، بعدين بنقول لهم يا أخي نتفق معكم بالاسم. الاسم كما يقال عند الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح. تعرف هذه الكلمة يمكن؟ والله أول مرة أسمعها. الشاهد الآن، فنحن الآن تبين لنا أن المسلم، يمكن أنا أخطأت لما قلت يعني تبين، لازم نكون دقيقين شوي أكثر. ظهر لنا، لأنه تبين له كلام في نفسي طويل جدا، وهو سيأتي إن شاء الله ما في مناسبة أخرى، وما أدري ماذا أقول الآن. ظهر الآن بأنه اتباع الصحابة مع الكتاب والسنة هو من السنة، صح؟ طيب، يمكن أنا شايف حالي مضطر، يعني أنت عم تجرني جر، يعني إنه إجي اشرح لك شرح. شايف؟ الله، لأنه هاي احنا كنا نستفيد يا شيخ. شوف يا أخي، أنت الحديث عم يقول لك المسلمين بدهم يتفرقوا 73 فرقة. واضح؟ نعم. كويس. الآن على طريقتي أنا، خليك معي، لأنه في النهاية الفائدة راح تكون لك وللسامعين طبعا، وهي سين وجيم، حتى ما ندخل في متاهات وضياع. سين وجيم 73 فرقة هي فرق إسلامية. هل علمت فرقة منها تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة؟ سين جيم. ها؟ ها؟ إذن كلهم يقولون نحن الكتاب والسنة. فأنت منهم إذن. أنا إن شاء الله بكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه أنا أعرض أعمالي، فإن وافق الكتاب والسنة. ليش ما عم تسمع مني نصيحتي يا فرج؟ ليش ما عم تسمع مني نصيحتي؟ ما قلت لك خير الكلام ما خل ودل. فهناك 73 فرقة. سألتك فيهم فرقة بيقولوا إلا نحن على الكتاب والسنة؟ قلت لا يوجد، كلهم يقولون هكذا، صح؟ فقلت أنت منهم، ليش ما بتقول نعم أنا منهم؟ أنا منهم أصحابي. يعني ما بدك خليني أنا جيبك على رجليك؟ ريحني، جزاك الله خير. عرفت بقى حقيقة الأمر؟ كل الفرق الإسلامية يقولون على الكتاب والسنة. فالحكم الفصل بيننا وبينهم هو الضميمة هي التي جاء بها الرسول عليه السلام، ولا يهتم لها لا أخوان مسلمين، لا حزب تحرير، لا جماعة تبليغ، ولا كل هالطوائف اللي موجودة في الساحة الإسلامية اليوم. ولذلك حذاري أن يوسوس إليك أحد من أولئك الناس، غيرك بيقول أنه هو الذي سماكم مسلمين، وهذه حجة في القرآن الكريم. فجوابنا نعم، هو سمانا
بالمسلمين، لكن هات المسلمين اللي بيتفقوا معنا على إيش؟ الكتاب والسنة. فأنا قلت لبعضهم منذ يمكن 30 سنة وهو من أخوة مسلمين: أنت لا تريدنا أن نقول نحن سلفيون، حب أنه نحن وافقنا معك، شو بتريد نقول؟ قال مثل ما قربنا مسلمين وبس. طيب أنتوا ليش ما بتطبقوا نفس الطلب اللي تطلبوه منا؟ تنازلوا أنتوا قبل منا عن كلمة إخوة مسلمين، لا نتنازل جدلا، نحن ما نتنازل، لأنه هن إذا تنازلوا بيتنازلوا عن حزبيتهم، نحن إذا تنازلنا عن مذهبنا، لا نستطيع أن نعيش ولا بدونه أبدا، فشتان بين الأمرين. فتنازلوا أنتم عن هذه الانتسابات لأشخاص لجماعات غير معصومة، انتبه الآن، بينما نحن ننتسب إلى العصمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا الآن يرد نفس الكلام أو نفس السؤال الذي وجهته إليك: لماذا ذكر الرسول الصحابة معه؟ هنا يقال: لماذا ذكر الرسول المسلمين؟ كان يكفي يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ في فائدة، في حكمة بالغة جدا. سبيل المؤمنين هو الذي يوضح لنا معنى الكتاب ومعنى السنة، وإلا فتحنا بابا للبدع والضلالة. من أين جاءت هذه الفرق كلها يا أستاذ؟ الفرق كلها جاءت من ركوب كل فرقة رأسها: أنا أفهم من الآية كذا وأفهم من الحديث كذا، والتاريخ يعيد نفسه في هذا العصر تماما. تجد هذا الغزالي وغيره، ايش اسمه ده، الفهمي الويدي وأمثال، بيقول لك نحن نفهم كذا وهم لا يفهمون شيئا. لماذا؟ لأنهم تركوا المنهج الذي هو صيانة لأن يميل الإنسان يمينا أو يسارا. لذلك ختاما أقول: تذكر الضميمة التي ذكرها الرسول في هذا الحديث وفي غير أحاديث كثيرة، وأصحابي، والضميمة التي ذكرها قبل ذلك ربنا في الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا حذاري أن تظن أنك أنت وأعلم منك لا يستطيع أن يستقل ويدعي أنه نحن على الكتاب والسنة وبس. لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كمان هذه مثل هذيك، وهكذا تتجاوب الأحاديث بعضها مع بعض وتتفق مع قوله تعالى: سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هم أول ما ينصرف هذا الوصف على الصحابة الأولين. وإذا عرفت هذه الحقيقة فهم على رأس القرون الثلاثة بلا شك الصحابة، ثم يأتي بعدهم القرن الثاني والقرن الثالث، ودون خير القرون كما تعلم أيضا في الحديث الصحيح. الآن وأرجو أن يكون نهاية الكلام: إذا كان أصحاب الرسول سلفا لنا، ترى رسولنا ليس سلفا لنا؟ قل صراحة. إذن فنحن نتبع السلف على رأسهم محمد عليه السلام. من ايش خايف انت؟ سبحانك اللهم. لا يقول تدخل الا بدمها. كويس. الله يحفظكم وفيكم بارك. في فرق في بالنسبة ما وصلتنا يا شيخنا نجيب لك